طبعا ناس كتير جدا مستنيه الفيديو ده، مواصفات كي تي ار 300 سي سي من شركه حوا. الموتوسيكل ده عامل قلبان وعامل ضجه بستايله وشكله وامكانياته بالسعر ده. تعالى بقى نتفقد كده كل شيء عنه بالتفصيل، وكل اللي انا عرفته عنه بالتفصيل، ويلا مع بعض نبدا. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. كي تي ار 300 سي سي من شركه حوا. الموتوسيكل ده لو وقفت قدامه فعلا هتنبهر بالشكل والخامه والجوده والوزن. طبعا الموتوسيكل تقيل جدا، شكله تحس ان هو دوكاتي فعلا، مش صيني. ولكن تعالى مع بعض كده نتفقد مواصفاته قبل ما اقول لك الكلام المهم قوي اللي هتقابله في الموتوسيكل ده. اول حاجه يا سيدي الفاضل، الموتوسيكل ده بيحتوي على محرك رباعي الاشواط 300 سي سي، 4 صبابات. يعني ايه 4 صبابات؟ مع ان غرفه حريق واحده، يعني هتستفاد باي شحنه داخله المحرك. عشان كده هتلاقي عزم الموتور كويس جدا. حتى لو ركبت الموتوسيكل وطلعت على الاول هتحس ان فعلا اول 300، مش اول موتوسيكل 300 في شنك. تمام. تبريد الميه ده في اخر الفيديو هقول لك ان هو عيب وميزه في الموتوسيكل ده. هقول لك ليه وازاي تتغلب على الموضوع ده. شوف يا سيد الفضل، 6 غيار، واحد تحت والباقي فوق. رباعي الاشواط، الموتوسيكل مارش بس. لتر زيت 10 دبليو 40، دي زوجة الزيت اللي انت هتحطه في الموتوسيكل تخليق كامل. طيب الموتوسيكل ده هيديك سرعة قد ايه؟ السرعة القصوى للموتوسيكل 120 كيلو. هيجيب اكتر؟ انا متأكد انه هيرفع لغاية 150 واعلى من كده. ولكن بالحالة دي انت عايز تدمر الموتور بسرعة او تعمر بدري. ليه؟ لان الكتالوج بيقول لك السرعه القصوى بتاعته 120، ف 120 هيبقى مرتاح مع الامكانيات دي. تمام كده؟ تمام كده. خش بقى نازل لك بفرامل باكم امامي وخلفي، ديسك امامي وخلفي، سي بي اس. يعني ايه سي بي اس؟ يعني فرامل مزدوجه. تمسك فرامل ورا يدي لك 70% ورا 30% قدام، الاتنين مع بعض. عشان ايه؟ امان اكتر. نازل لك كمان باتنين مساعد امامي مقلوب، وده زيادة في الاتزان والثبات مع السرعات العالية. يعني هتزود السرعة لا جدون هيرتعش معاك، ولا هتلاقي ذبذبة، ولا الكلام الكبير قوي ده. مساعد خلفي واحد عشان المطبات وعشان الراحة والسلاسة كده في المطبات. طب الموتوسيكل ده وزنه قد ايه؟ وزنه نازل 150 كيلو، والوزن القائم عليه 150 كيلو. ولذلك هو مديلك الشلتة بتاعته او الكرسي بتاعه قطعتين، يعني واحد سواق وواحد وراه وشكرا على كده. هيشيل لو ركبت شبكة هيشيل. انا قلت لك الخامة قوية جدا، بس الافضل عشان المساعد وعشان العمر الافتراضي للموتوسيكل حلو قوي 150. اضاءة كاملة LED، عداد ديجيتال كامل موضح عليه جميع بيانات الموتوسيكل. تمام كده. تمام كده. طبعا ستايل جميل جدا ومقبول. وزي ما قلت لك الموتوسيكل ده لو انت قصير نصيحة لله ما تجيش ناحيته. وعلى فكرة كان معايا واحد وانا بصور، راجل قصير شوية في القامة، ركب عليه قال لي قول الكلمتين دول في الفيديو. اي واحد قصير ما يفكرش يشتريه، لان فعلا الموتوسيكل عالي. وهقول لك ابعاده، ولكن قبل ما اقول لك ابعاده هقول لك هو نازل بجنطين امامي وخلفي 17. الكاوتش الامامي 17 80 120، الخلفي 17 80 150. وعلى فكرة تقريبا اول مرة هتشوف الكاوتش ده في الفئة دي. تمام. وطبعا ده هيديك سرعة اكبر على الطريق، وقلنا قبل كده ليه. تمام. ولكن في الشتاء نصيحة لله قلل ضغط الهواء في الكاوتش الخلفي والامامي عشان هيزحلق معاك. بعد كده يا سيدي الفاضل لما اقول لك التانك بتاعه، وطبعا هيبقى عليه كومنت صغير كده، تعليق صغير، لان التانك صغير. هتقول ازاي؟ ده شكله ما شاء الله فخم جدا. ده قميص فبر. طبعا اغلب الموتوسيكلات الفئه العاليه بيبقى نفس الشكل كده، القميص فبر وجوه التانك الصاج. سعته من البنزين 10 لتر بنزين. طيب معايا طبعا حنفيه بنزين، ومعايا مؤشر بنزين على العداد هيعرفني كل بيانات البنزين. كمان لتر البنزين هيمشيك حاجه كويسه، يعني اللتر هيمشيك من 30 ل 35 كيلو في الفئه ديت، ممتاز جدا. كمان البنزين الافضل ليه، لان انا عندي الموتور
ضغط عالي او كبس عالي اللي هو انضغاط البستم، فعشان كده البنزين 95 ده افضل حاجه. 92 مقبول، 80 بلاش منه عشان ان شاء الله مش هتدور الصبح الا بالعافيه. ليه؟ هنا بقى هقدر اقول لك ان تبريد الميه في الموتوسيكل ده ميزه وعيب. ليه بقى يا سيد الفاضل؟ الموتوسيكل ده للاسف نازل كربراتير مش انجكشن. كلام جميل، كلام جميل. يعني ايه؟ يعني حقن الوقود مش كهربائي. يعني لما تيجي تدور الصبح محتاج هستأذنك ترفع الشفاط. طبعا الشفاط له يد في الجادون في الجنب الشمال تحت كتلة الكهرباء، فانت مش هتنزل تحت ولا اي حاجة، انت بس هتحرك الشفاط تمام من الجنب الشمالي اللي تحت الكلاكس اللي انت شايفه ده عشان يدور معاك وتسيبه يسخن اقل شيء 3 4 دقايق. الموتور يتعمل له خصوصا في الشتاء يتعمل له حاجة اسمها ريفرش، تهيئة، ان انا بهيئ الموتور عشان هياخد حرارة عشان يمشي. والا طبعا ده الكلام ده كله في العربيات الحديثة كمان. ليه؟ عشان ما يحصلش معاك تفتفة او تقطيعة وانت راكب الموتوسيكل، فلازم تعمل له تهيئة ريفرش. ليه برضه؟ لان تبريد ميه من غير انجكشن فانت محتاج تعمل التهيئة ديت عشان الكربراتير دخول البنزين لغرفة الحريق يدوي، انت بتظبط هواء وبنزين يدوي بايدك، الصلانسي والهواء. لكن في الانجكشن معروف ان مفيش حاجه اسمها يدوي، في حاجه اسمها ان الكمبيوتر عارف والحساسات والكلام ده عارفين انا هدخل كميه هواء قد ايه مع بنزين قد ايه، الخليط هيبقى عامل ازاي، فهيخش في الوقت المناسب فيحصل الاحتراق الامثل لغرفه الحريق. عشان كده بقول لك النصيحتين دول، يبقى انت اول ما تدور ارفع الشفاط. ونصيحه لله برضه في الموتوسيكلات الفئه دي، حاول تخلي الار بي ام دايما على 1.5. يعني ما تقولش صوت الموتور شكله عالي او الكلام ده انا هخليه على 1 او اقل من الواحد او 1 وشرطه، الكلام ده بلاش، ممنوع. ليه؟ لان التصميم الداخلي للمحرك هيعمل لك صوت غريب جدا او صوت رنه تحس ان صوت رنه حدافه او تكهات، وهي لا حدافه ولا تكهات، ولكن هو التصميم بتاع عمود الكاميرا نازل كده، فخليه على 1.5 هتلاقي مفيش صوت وصوت طبيعي وزي الفل. طيب الشكمان بتاعه نازل بتربو، يعني مش تربو اللي هو ده تربو الموتور، لا العلبه اللي ورا دي علبه تربو بتضخم الصوت، فهتلاقي الصوت كويس وعالي وضخم وزي الفل لبعض الفئات بتحب الصوت ده. تمام. دواسات امامي وخلفي، آلة الجر كويسه جدا. كده تقريبا المواصفات اللي انت عايزها كلها. ابعاد الموتوسيكل نازل ارتفاع الشلته 85 سنتي، عشان كده بقول لك عالي، يعني من 80 ل 85 سنتي، فمحتاج واحد طويل. طول الموتوسيكل 206 سنتي، عرض الموتوسيكل 109 سنتي. ده كده تقريبا ابعاد الموتوسيكل كامل. طبعا ده كده كل شيء عن الموتوسيكل. الموتوسيكل النهارده تقريبا سعره في السوق عامل 90,000 جنيه. تمام. معلش انا في البوست اللي انا كنت عامله كنت عامل 70 بس اتلخبطت ما بين 70 و90 مش اكتر من كده، فاللخبطه جت من عندنا. محتاج الموتوسيكل، محتاج اي حاجه عنه هتلاقيها في شركه حوا في اليوب، ده كل تفاصيله. طيب النصيحه الاخيره لو هقولها لك، حاول تخلي بالك وتمشي دايما زي ما انا بقول لك كده على المعلومات اللي انا بقولها لك في الفيديو، لسبب واحد، ان ده اول اصدار ليه وقطع الغيار طبعا جاي معاه تيل فرمله ورا وقدام وبوجيهات، يعني التيل الفرمله مش واحد، وبوجيهات، وجاي معاه فلتر هواء وفلاتر زيت وغيار زيت وده كل ده، وسلك فرمله وسلك دبرياج. دي هدايا مع الموتوسيكل، كلام جميل وحلو قوي. تمام. ولكن خلي بالك برضه عشان قطع الغيار لسه ما توفرتش بكميات، فالمفروض ان مع الدفعه الجايه هيبقى في قطع غيار ده اكيد، ولكن انا بقول لك برضه خلي بالك الموتوسيكل المفروض اقل شيء تطلب له قطع غيار مش اقل مثلا من 30 40 الف كيلو، يعني بعد مثلا نقول سنه ونص 6 شهور حسب شغلك بيه. تمام. ده كده كل شيء عن الموتوسيكل. طب اجيبه اعمل بيه ايه او اشغله ازاي؟ صلى على النبي عليه الصلاه والسلام. هتجيبه فتره تليين 1500 كيلو، هتغير كل 500 كيلو زيت 10 40. تمام. تخليقي كامل او نص تخليقي. السرعه بتاعتك ما تزيدش عن ال 65 70، 75 بالكتير قوي، ده الماكسيمم بتاعك. وبعد كده هتمشي عدل عشان يحتار عدوك فيك. دمتم في امان الله. ما ننساش تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم تحت، والكومنت الجميل والاعجاب والاشتراك في القناه لو انت لسه اول مره شفنا، وشارك الفيديو بقى عشان الناس كلها تستفيد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.